بسم الله الرحمن الرحيم. خذ ما صفى لك فالحياة غرور. انتبه يا نفس ويحك ويحك، ما أقصر العمر وإن طال يا نفس فهو أيام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا واحدا في ملكه أنت الأحد، ولقد علمت بأنك الفرد الصمد. يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك على الجبين الساجد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أحباب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله عباد الله بفعل طاعته واجتناب ما نهى الله عنه، واعلموا أن طاعة العبد لا تنفع الله شيئا ولا تضر الله سبحانه وتعالى معصية من عصى، كما قال الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الشريف: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم ظمأ إلا من سقيته فاستسقوني أسقكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي أنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، لو أن أولكم وآخركم. يا عبادي إنكم تخطئون وتذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا
فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم كانوا على قلب أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم كانوا على قلب أفجر رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم جاءوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أغمس في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا طاعة العبد لربه لا تنفع ربه، ومعصية الناس لربهم لا تضر الله سبحانه وتعالى شيئا أبدا، كما قال الحق جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. لا يحزنك يا رسول الله من يتجرأ على الله ويكفر، والله لا يقصر شيئا بهذا الكافر. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وكما بين الحق سبحانه وتعالى هذا بين أن الطاعة إنما تنفع صاحبها، والمعصية تعود على صاحبها بالضرر في الدنيا والآخرة. قال الحق سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا طاعة العبد لربه تنفعه في الدنيا قبل الآخرة. يعيش الإنسان في الدنيا حياة طيبة، وإذا كان على النقيض من هذا فالمعصية تضر صاحبها في الدنيا قبل الآخرة. قال المولى جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذا في الدنيا المعصية تضر صاحبها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الحياة، هذا في الدنيا يشعر بضيق ويشعر بملل ويشعر بعدم رضا ويشعر بعدم ارتياح، وتخرج السكينة من قلبه. فإن له معيشة ضنكا، والضنك هو أكثر أنواع التعاسات والألم والمرارة التي تحدث للإنسان من هم وغم إلى غير ذلك من عدم الارتياح. والطاعة تنفع صاحبها والمعصية تضر صاحبها وتجلب له أو بعض المصائب التي قد تصيب الإنسان أو قد تصيب المجتمعات إنما هي بفعل الإنسان وبمعصيته لله وتجرؤه على الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا ربك يعفو عن كثير. ما أصاب الإنسان من مصيبة فإنه قد يكون الإنسان سبب فيه وللإنسان دخل فيه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. لماذا يا رب؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذا الفساد عندما يعم في المجتمعات إنما يأتي هذا الفساد
يأتي المقابل من الله سبحانه وتعالى بالبلاء ليذيقهم بعض وليس كل. ولو كان الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان أو المجتمعات على كل ما اقترفوه ما ترك على ظهرها من دابة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو ربنا سبحانه وتعالى يعامل الأرض ومن عليها بذنوبهم ما ترك عليها ليس من بشر بل من كل ما يدب عليها، بل من كل نوع من أنواع الحياة ما ترك على ظهرها من دابة. إذن الطاعة تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة، والمعصية تضر صاحبها في الدنيا والآخرة. ولهذا فإن المولى سبحانه وتعالى يرضى لعباده الإيمان والإسلام سبحانه وتعالى، ولا يرضى لعباده الكفر أبدا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضى لكم أن تكونوا شاكرين، يرضى لكم أن تكونوا ذاكرين لله سبحانه وتعالى. ويحث كل مؤمن وموحد أن يختم أعماله بأعمال خير. الله يأمرك أن تعيش في الدنيا طائعا وتعمل عملا صالحا، هذا في الدنيا، وتكون أيضا من الله سبحانه وتعالى لك وصية أن تموت وتختم أعمالك بأعمال خير، فكما عشت على الخير الله سبحانه وتعالى يحثك أن تختم أعمالك وتختم عمرك أيضا بخير. خاطب الله المؤمنين كما سمعنا في المقدمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا على التوحيد وكلمة الإخلاص وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى بعدم الإشراك به شيء. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كن حريصا أن تختم حياتك بالإسلام. وهذه الوصية وهي الأعمال الصالحة في آخر عمر الإنسان وصى بها الأنبياء، وكانت مطلب الصالحين من قبلنا. قال الحق سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي اجعل آخر أيامك أن تموت على الإسلام. كن حريصا أن تجني ثمار أعمالك بأن تموت على التوحيد لله سبحانه وتعالى. ووصى بها إبراهيم بنيه، إبراهيم عليه السلام وصى بها بنيه، وكذلك أيضا وصى بها يعقوب بنيه. إذن هي سلسلة مباركة من الوصايا التي يحملها لك القرآن لكي تصل إليك وتصل بعد ذلك إلى أولادك فتكون أنت ناقلا لها. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، أي هذا الكلام الذي قاله يعقوب عليه السلام: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان هذا أيضا مطلب الذين يدعون ربهم سبحانه وتعالى، أو يعلمك ربك كيف تدعوه: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أي تكون حياتك ونهاية عمرك تكون على الطاعة فتلحق بالأبرار. وأيضا كانت مطلب سحرة فرعون الذين وضعوا في اختبار صعب وكادوا أن تصير قلوبهم هؤلاء الناس الذين لم يشغلهم ما يفعل بهم فرعون، وإنما ماذا قالوا عندما توعدهم وقال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هؤلاء الناس المجموعة سحرة فرعون عندما وضعوا في هذا الموقف الذي تطير منه القلوب ثبتوا على طاعة الله سبحانه وتعالى وقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
كان هذا مطلبهم، أن يفرض الله عليهم الصبر وأن يموتوا على التوحيد ولا يموتوا على الشرك بالله سبحانه وتعالى. كان هذا هو أملهم. لم يقولوا ربنا أفرض علينا صبرا ونجنا من فرعون، لم يقولوا يا رب خفف عنا العذاب الذي يفعله بنا فرعون، وهم قوم ستقطع أيديهم وأرجلهم ويصلبون على جذوع النخل. ولكن ماذا قالوا؟ قالوا ربنا أفرض علينا صبرا، صب يا رب علينا الخير صبا حتى نتحمل، وتوفنا مسلمين، أي عندما نموت يا رب لا تحرمنا من أن نكون من الموحدين لك يا رب العالمين. إذن أيها الإخوة الأحباب، حسن الخاتمة هو مطلب كل مؤمن ومطلب كل موحد، وكما وصى الله سبحانه وتعالى كما قلنا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وما الذي يوصلك إلى هذا أخي الحبيب؟ بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هذا هو سنة الله سبحانه وتعالى، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن بعث على شيء جوزي به أو عوقب أو أخذ الثواب أو العقاب عليه. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. ولأن الإنسان لا يعلم خاتمته فليكن على حذر ولا يغتر بطاعته أبدا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم محذرا أن يغتر الإنسان بعمله. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل العمل أو الزمن الطويل، إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخلها. الإنسان قد يكون دائما يعمل عملا طويلا فيما يرى الناس عمل خير، ثم قبل أن يموت بأيام يعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخل النار. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت فيدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. وكان من دعاء الحسن البصري اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أيامنا يوم لقاك يا رب العالمين. هذا دعاء الحسن البصري ودعاء كل مسلم يقتدي بهذه الأدعية المباركة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أيامنا اليوم الذي نلقاك فيه يا رب العالمين. إذا الإنسان يكون على حذر دائما أنه قد يأتيه الموت وهو على معصية، فليحرص أن يكون على طاعة، وليحرص أن يكون ذاكرا. وهذه الأعمال أو هذه الأشياء التي نذكر بعضها هي إن شاء الله كفيلة إذا سار الإنسان عليها أن يختم له بعمل خير إن شاء الله. أولها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فالإخلاص تقبل به الأعمال، الإخلاص في السر والعلن، فالإخلاص هو مفتاح قبول الأعمال أيها الإخوة الأحباب. الإنسان يخلص في عمله. ثانيا يحافظ على الصلوات في أوقاتها، يهتم بصلاة الجماعة، يهتم بالصلاة في أوقاتها حتى يكون دائما ملازما لهذا الدين، ملازما لإسلامه، ملازما لبيت الله سبحانه وتعالى. ثالثا اجتناب الكبائر واجتناب المعاصي. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالإنسان يحاول أن يجتنب هذه الكبائر، يكون دائما متعلقا قلبه بالله سبحانه وتعالى، ذاكرا شاكرا حامدا مصليا قارئا لكتاب الله سبحانه وتعالى مستغفرا، يكون على صلة بمولاه حتى يختم له بذكر مولاه سبحانه وتعالى. هذه بعض الأمور
أمور الخير من نفقة في سبيل الله ومن إصلاح بين الناس يفعل الإنسان إسلامه عمليا بين الناس، يكون الإنسان كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. فالمسلم هكذا من المفترض أن يكون المسلم مطبقا قرآنا يمشي على الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، واسأل الله أن يهبكم من فضله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين والهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، إن بعض الناس قد يحرم من حسن الخاتمة، وقد يموت على عمل يراه الناس صالحا ولكنه يكون غير ذلك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر رجلا من الذين سابقوا إلى الجهاد في سبيل الله والدفاع عن المسلمين باستماتة، ولكن هذا الرجل لم يكن مؤمنا بل كان منافقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. رجل يحمل السيف ويقاتل مع المسلمين، يقاتل اليهود. فأخذ بعض الصحابة يراقبه، الرجل يقاتل باستماتة، كيف يكون هذا يا رسول الله؟ حتى استشهد أو قتل. فلما قتل ذهب ذلك الرجل إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، لقد قاتل وقتل في سبيل الله. قال: هو من أهل النار. حتى جاء أحد الناس قال: صدقت يا رسول الله، لقد رأيته بعيني وهو أصيب من الأعداء ثم استعجل الموت فأخرج رمحه وغرزه في بطنه ومات واستعجل الموت. هذا ختم له بهذا العمل لأنه لم يكن صادقا لله سبحانه وتعالى، لم يكن مؤمنا حقا، فختم له بهذا العمل أن مات منتحرا. إن الأعمال بالخواتيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من قصص واقعية نراها في هذا الزمان لأعمال خير يختم بها للإنسان. من هذه الأعمال امرأة كانت في العبارة التي غرقت منذ سنوات بين مصر والسعودية، وكلنا يسمع عن هذه المأساة. هذه العبارة غرقت فيها امرأة يحكي زوجها هذه القصة بعد أن نجاه الله سبحانه وتعالى. يقول: كنت أنا وهي في غرفتنا، وعندما شعرنا بأن هناك شيئا ما يحدث أردنا أن نهرب، وهي قبل أن تخرج من باب العبارة قالت: انتظر حتى أحضر حجابي، حتى أحضر حجابي. قال لها: هذا ليس وقت حجاب. قالت: لا والله أبدا، هذا لن يكون أبدا. ودخلت وأصرت على أن تخرج بحجابها، وارتدته وهي مطمئنة، وقالت له: أستحلفك بالله عليك، هل أنت راض عني؟ قال: والله إني راض عنك. لماذا تقولين هذا الكلام؟ قالت: الحمد لله رب العالمين. ثم ظلت تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ظلت تكررها حتى حال بينهما الموت، فكانت من المغرقين. غرقت ونجاه الله سبحانه وتعالى مع من أسعفوهم، وهو يبكي ويروي هذه الرواية. هذه المرأة أصرت على حجابها وهي في أحلك الظروف التي يفر الإنسان منها من أعز الناس إليه، لم تفر من إسلامها، وأصرت على أن ترتدي حجابها. وهذا يدل على أنها متعلق قلبها بالله سبحانه وتعالى. ختم لها أولا بعفة وطهارة، ثانيا
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثالثا باسترضاء زوجها عنها قبل موتها، رابعا بالشهادة، فمن مات غريقا فهو شهيد في سبيل الله. انظر أخي الحبيب، هذه من واقع حياتنا. ورجل آخر كان يحب أن يؤذن في بيوت الله سبحانه وتعالى وهو صاحب صوت ندي، وكان يؤذن في سبيل الله بلا مقابل. ذلك الرجل في نهاية عمره ابتلي بمرض في صوته، ابتلي بمرض أفقده صوته، حتى حزن كلما سمع أذان أنه لا يستطيع أن يردد الأذان أو أن يؤذن ويسمع الناس كلام الله أو النداء إلى الحق. هذا الرجل الذي عاش حياته على هذا الأمر يقسم أولاده أنه في آخر يوم من عمره وفي وقت أذان توضأ واتجه إلى القبلة وأخذ يؤذن بصوته، رد الله عليه صوته في نهاية عمره، حتى مات بعد أن أنهى الأذان على قول أشهد أن لا إله إلا الله، وفي آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ويموت لله رب العالمين وتفيض روحه بعد أن ختم الله له بالشيء الذي كان يعيش عليه. من عاش على شيء مات عليه، كلها أشياء من واقع حياتنا. وفي الأسبوع الماضي في هذا المكان، وهو سبب لتحضير هذه الخطبة والكلام فيها كما رأينا في الأسبوع الماضي وفي هذا المكان، ويشهد الله سبحانه وتعالى بما نقول. وكلنا رأينا كيف أن الرجل الطيب الذي اعتاد أن يعمر بيت الله سبحانه وتعالى بالإنفاق فيه والجمع لإعماره من بداية إنشائه هو والإخوة الصالحين، وكان حريصا على ألا يغضب منه أحد، رأينا أنه خرج من بيته مغتسلا أو متوضئا وصلى ركعتين لله رب العالمين، وعندما صعدت على المنبر مات والأذان يرفع لله سبحانه وتعالى. إذن هو مات في صلاة، لا تظن أنه لم يمت في صلاة، فإن الجمعة صلاة. عندما يصعد الإمام على المنبر فأنت في صلاة، فلا يحق لك الكلام ولا يحق لك مس الحصى لأنك في صلاة. فالجمعة صلاة وجلوسك فيها صلاة حتى تنتهي من الركعتين، فهو مات في صلاة الجمعة، مات مصليا لله رب العالمين. حسن الخاتمة نراها ويراها الناس في هذا الزمان، وهو مطلب الموحدين. وعليك أخي الحبيب أن تطلب من الله في كل وقت أن يختم لك بخاتمة السعادة، لا تنساها أبدا. لا تنسى أن يختم الله لك بالخير، لا تنسى أن يختم الله لك بأفضل جملة في الوجود، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسأل الله العلي العظيم أن يحيينا جميعا عليها. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، اللهم أحينا على لا إله إلا الله، اللهم عمر قلوبنا بلا إله إلا الله، اللهم عمر بيوتنا بلا إله إلا الله، اللهم نور حياتنا بلا إله إلا الله، واجعلها آخر كلامنا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا جميعا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم اختم لنا بها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واطلب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نسألك الجنة وما قربنا إليها من قول أو عمل.
ونعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزق خير مصر من أرضها، اللهم ارزق خير مصر من أرضها، اللهم بارك في رزقها، اللهم بارك لها في رجالها، وبارك لها في نسائها، وبارك لمصر في شبابها يا رب العالمين. اللهم اجعل خيرنا من أرضنا ولا تجعل خيرنا من أعدائنا. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أموالنا، وأن تبارك لنا في أولادنا، وأن تبارك لنا في زوجاتنا، وأن تبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا، وارحمهما أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزق مصر حكاما يرعون الله عز وجل. اللهم ارزق مصر حاكما صالحا يرعى الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزق مصر حاكما يخافك يا رب العالمين. اللهم ارزق بلدنا حكاما وولاة أمور يرعون شؤون البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة. إلى الله، إلى الله، إلى الله.